السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هتلر، أدولف هتلر. إيه اللي نعرفه عن أدولف هتلر؟ هو أنت يا دكتور محمد قلبت السياسة وسبت طب ولا إيه؟ لا أبدا. هو بس إيه؟ هتلر ده يا جماعة ده كان اللي أعرفه عنه يعني إن هو زعيم ألماني تقريبا نمساوي، اتولد يعني في النمسا أو في المجر حاجة زي كده، وكان زعيم حزب طبعا حزب النازي في ألمانيا، وهو اللي طبعا اندلع في الحرب العالمية الثانية واحتل معظم أوروبا تقريبا يعني ما عدا بريطانيا العظمى، بس دي اللي ما اعرفهاش. ده اللي نعرفه عن هتلر. وانتحر، يقال ان هو ايه انتحر. طب هو اخترع حقنة؟ لا، اللي اخترعها بقى ايه؟ احفاد الفراعنة، حقنة المصريين. احنا اللي اخترعنا حقنة هتلر. ايه بقى حكاية حقنة هتلر دي؟ ركزوا بقى معايا. دي حقنة يا جماعة طبعا كتر استعمالها في الأيام اللي هي دخول فصل الشتاء. كل شخص أصيب بنزلة برد يجري على الصيدلية، هات لي حقنة هتلر، يروح إيه الكوكتيل الجميل، ويروح إيه يلا وريني الوريد بتاعك، ويروح مديها له أو مديها له عضل أو مقسمها أو الحاجات دي كلها، وهتخليك زي الفل إن شاء الله. طب هي مكوناتها إيه حقنة هتلر دي؟ عبارة عن مضاد حيوي، عبارة عن حقنة كورتيزون يعني حقنة مضاد حيوي، وأمبول كورتيزون، ومسكن، مسكن الألم يعني زي ديكلوفيناك، الصوديوم، أيا كان المسمى بتاعه يعني. طب ما تيجي كده نحلل مع بعض التركيبة الجميلة دي، واحكموا انتوا في الآخر هل حقنة هتلر دي هتفيدني أنا كمريض ولا هتضرني ولا إيه بالظبط يعني. نمسك حاجة حاجة. المضاد الحيوي. طب ليه مضاد حيوي؟ احنا كلنا عارفين ان الانفلونزا عبارة عن فيروس، سببها فيروس مش بكتيريا، والمضاد الحيوي المفروض ان هو دوره على البكتيريا مش على الفيروسات. يبقى اذا كده نمرة واحد ان احنا ايه المضاد الحيوي كده ملوش اي نوع اي دور خالص في الايه في موضوع نزلات البرد. طيب هو ينفع المضاد الحيوي ان انا اخد حقنه واحده كده وخلاص؟ طبعا ما ينفعش. لان المضاد الحيوي اذا كان الواحد هياخده يبقى لازم ياخد الجرعه المناسبه ليه، وياخد الكورس المناسب. الكورس المناسب اللي هو ديوريشن، المده هياخده كل 12 كل 8 كل 24 ساعه، والمده بتاعته كام. ده عشان اخد ليه؟ لانه مثلا بالصدفه تعب هذا الشخص مثلا بمرض ما بعد مثلا ايه اسبوع او 10 ايام ولا اي حاجه، وكان لحظه ان التعب اللي عنده ده بيموت بالمضاد الحيوي اللي هو اخذ منه حقنه. هو خلاص البكتيريا عملت منه ايه؟ نبهت الاجيال بتاعتها، البكتيريا نبهت الاجيال بتاعتها ان انتوا ايه ما تموتوش من المضاد الحيوي الفلاني اللي هو ايه المريض خده. يبقى انا ضريت المريض بتاعي دلوقتي ما فدتوش. يبقى المضاد الحيوي هنا ملوش اي دور. اولا سبب الانفلونزا او نزلات البرد سببها التهاب فيروسي مش التهاب بكتيري، يبقى ملوش اي دور في الموضوع. زائد انا كمان بضعف الجهاز المناعي. وكل ما بنكبر في السن يا جماعه كل ما الجهاز المناعي اللي هو التي سيل دي بتبقى ايه يعني في حاجه كده اسمها السايمس جلاند دي بتصغر كل ما بيكبر الانسان في السن بتكبر، ودي اقوى غده مناعيه في الجسم. طيب يبقى كده عرفنا المضاد الحيوي. نيجي للتركيبه المكون الثاني في التركيبه اللي هو الكورتيزون. الكورتيزون طبعا تخيل مثلا لو حضرتك مريض بالضغط هيرفع الايه الضغط بتاعك. تخيل لو حضرتك عندك مثلا التهاب في المعده او قرحه في الاثنى عشر او في المعده برضو بيزود الالم عندك بتاعها. تخيل لو حضرتك مريض مثلا بالسكر ولا حاجه برضو بيعلي نسبه الايه السكر عندك. تخيل حضرتك برضو ان هو بيضعف المناعه بتاعت الجسم الكورتيزون يعني. ف وانا مش عارف يعني هو متاخده الحقنه دي ليه بالظبط يعني. هل مثلا عشان تمنع تفاعل لو كان عنده حساسيه من المضاد الحيوي مثلا ولا حاجه، فتيجي تمنع الحساسيه بتاعه المضاد، ولا ايه بالظبط؟ ايه دورها في الموضوع؟ لا الحقيقه انا مش عارف يعني دور الكورتيزون في الموضوع ايه بالظبط يعني.
ثالث حاجة في المكون ان هو مسكن للألم. طيب، خد مثلا س او ص اللي هي مسكنات الألم بدون ما نعمل لها دعاية مثلا ولا حاجة، اللي هي المواد الكيماوية بتاعها ديكلوفيناك الصوديوم او ديكلوفيناك الايه البوتاسيوم مثلا ولا حاجة. طب انا ما اعرفش اذا كان انا عندي الكبد ولا لا، ما هو ده برضو بتضر الايه الكبد. انا عندي مشاكل في الكلى ولا لا، ممكن ما اكونش عارف، بس برضو دي بتضر الايه الكلى. مشاكل في المعده، مشاكل في الاثنى عشر، مشاكل في القلب، كل الحاجات دي كلها بتكون الايه الحقن اللي هي مسكنات الالم دي بتضرها. ممكن اكون عندي حساسيه، لان هي ما بتتاخدش في الوريد، هي بتتاخد عضل. فممكن، وشفت حالات طبعا كتير جدا عندهم حساسيه من الماده دي، وكان جسمهم كله زي المحصب، يعني كل جسمه احمر خالص واكلان وهرش بطريقه رهيبه، يعني بطريقه رهيبه. ف... فطبعا بتعمل حساسيه، وبتعمل ورم في الجفون بتاعه العين، وبتعمل ورم في الشفايف. كل دي من اعراض الايه الحساسيه بتاعه الايه بتاعه الماده اللي هي انا بديها كمسكنه للالم بتاع البرد. يا جماعه، علاج نزلات البرد وعلاج الانفلونزا، يعني انتوا جاوبتوا دلوقتي على على الكوكتيل. يعني انتوا ذات نفسكم عرفتوا مكونات كوكتيل، وعرفتوا ايه مخاطره، وهل يا ترى المخاطر بتاعته فوائده يعني تطغى على مخاطره ولا ايه بالظبط؟ انتوا احكموا، وانتوا اللي اللي تقرروا بعد كده يعني. امال اعالج البرد بايه يا دكتور؟ يعني انا مثلا عندي نزله برد، ما هو فيروس. الفيروس ده عايز ايه؟ عايز الجسم يدافع عنه يعني. فعشان يدافع الجسم عنه مش هقعد اروح وامشي واخرج واطلع واعمل والحاجات دي كلها. لازم اريح جسمي خالص عشان اهل الجهاز المناعي ان هو يبقى مؤهل لحاجه واحده بس، اللي هو الدفاع ضد هذا الفيروس. يبقى اول حاجه الراحه التامه. طيب، بعد كده حاجه موضوعيه. بمعنى ايه حاجه موضوعيه؟ يعني انا مثلا عندي شويه كحه البرد دي، احلى حاجه ليها اللي هي الحاجات الدافيه. المشروبات الدافيه دي بتفرق معاها جامد جدا، زي القرفه، زي الزنجبيل، زي اليانسون. في غايه الاهميه اليانسون الحقيقه، وزي الكركديه. يعني اي حاجه دافيه، لو ما لقيتش في البيت اي حاجه دافيه خالص، بدفي ميه وبشربها. يعني دي الحاجات الدافيه. طب انا عندي انسداد في الانف، برضو مش هتشتري حاجه. طبعا زمايلي الصيادله هيزعلوا مني لان كده، بس طبعا الارزاق بيد الله. هتخش المطبخ عندك، هتجيبي حضرتك مج ميه او كوبايه ميه، هتملي نصها ميه، وهتجيبي نص معلقه ملح، ملح طعام العادي خالص، وهتدوبي الملح في الميه، ويبدا بعد كده الواحد يستنشق محلول الملح ده في انفه، هيسلك. هو طبعا مش زي الدواء، فبيكون مفعوله قصير، يعني بياخد 10 دقايق ربع ساعه، ويبدا الواحد يحطه تاني. يحط ان شاء الله 1000 مره في اليوم، مفيش مشكله، ملوش اي اثار جانبيه. لو في بعض الارتفاع في درجة الحرارة مثلا، استهى بواسطة الترمومتر وطلعت ان هي 39 او اكتر ولا حاجة، باخد خافض حرارة فقط لا غير. يبقى الراحة التامة خافض درجة الحرارة. لو ارتفعت درجة الحرارة عن ال 38 ونص او 39، ومشروبات الدافية فقط لا غير، والاكل اللي هو ما بيديش سعرات حرارية بالنسبة للجسم، زي الشوربه، وزي شوربه الخضار والفاكهه، الحاجات اللي هي الخفيفه دي. اكتر من كده يعني مضيعه للصحه ومضيعه للمال فقط لا غير. اتمنى لكم السلامه، واشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا والى اللقاء.